في أسيوط، في حارة ضيقة قوي مستخبية بين بيوت طوب لبن قديمة. الحارة دي شكلها عادي جدا، لو عديت فيها بالنهار ممكن ما تاخدش بالك منها أصلا. بس الغريب إن محدش من أهل المنطقة بيحب يقف فيها لوحده، خصوصا بالليل. مش عشان في حد ولا عشان حصل فيها جريمة، لكن عشان إحساس غريب تقيل، كأن المكان نفسه مش فاضي. بالنهار الدنيا طبيعية جدا، صوت عيال بتلعب، ستات واقفة قدام البيوت، ريحة أكل طالع من الشبابيك، كل حاجة تقولك إن الحياة ماشية عادي. لكن أول ما الشمس تغيب الصوت بيقل واحدة واحدة لحد ما الحارة تسكت. مش سكون عادي، سكون يخليك تسمع نفسك، وتسمع نفسك بزيادة، وتحس إن في حد تاني سمعك. حتى خطواتك بتحس إنها تقيلة، وكأن الأرض بترد عليك. وفي آخر الحارة في باب خشب قديم تقيل متهالك، لو بصيت عليه تحس إنه شاف حاجات كتير أكتر من أي باب المفروض يشوفها. ورا الباب ده مغسلة موتى، المكان اللي الناس بتودع فيه اللي ماتوا وتمشي. بس الحقيقة إن في حاجة ما كانتش بتمشي. صاحب المكان ده كان اسمه سالم، راجل في نص التلاتينات، شكله عادي، صوته هادي، وطريقته في الكلام مريحة. الناس كلها في البلد كانت بتثق فيه. يقولك سالم ده عمره ما غلط في حق ميت، كان بيغسلهم بإيده بهدوء بتركيز، كأنه بيعمل حاجة مقدسة. وكان دايما لوحده، ما يحبش حد يدخل معاه ولا حد يقف يتفرج. يقولك دي حرمة والميت له احترامه، والناس كانت بتقدره عشان كده. بس محدش خالص كان يعرف إن سالم بقى بيكره المكان ده، مش من يوم ولا من موقف واحد، لأ، حاجة بدأت صغيرة وبعدين كبرت واحدة واحدة. في الأول كان مجرد إحساس خفيف يعدي كده وهو شغال، إن في حد واقف وراه، مش شايفه بس حاسس بيه. كان يلف بسرعة ما يلاقيش حد، يضحك على نفسه ويكمل شغله، يقول ده تعب، ده ضغط، ده خيال. بس الإحساس ما كانش بيختفي، بالعكس كان بيجي أكتر، كل مرة أوضح شوية وأقرب شوية، لحد ما بقى يحس إن اللي وراه مش واقف بعيد، واقف قريب قوي، لدرجة إنه بقى يسمع نفس، مش نفسه هو، نفس تاني أبطأ وأتقل. وفي مرة سالم وقف كده فجأة وهو شغال، وساب كل حاجة في إيده وما اتحركش. كان حاسس إنه لو لف هيشوف حاجة مش هينساها طول عمره. فقعد مكانه ساكت مستني لحد ما الإحساس راح، وبعدين كمل كأن مفيش حاجة حصلت. بس الحقيقة إن كل حاجة كانت بدأت. ومن ساعتها سالم بقى يدخل المغسلة وقلبه مش مرتاح، مش خوف عادي، لأ، ده إحساس إن في حاجة مستنياه جوه، وإن كل مرة يدخل هو مش بيروح شغل، هو بيروح لحاجة تانية خالص، حاجة
ما ينفعش تبقى موجودة، بس هي موجودة. سالم حاول يقنع نفسه إن اللي بيحصل ده عادي. كل شوية يقول ده ضغط شغل، ده تعب، ده من كتر اللي بشوفه كل يوم. بس المشكلة إن الحاجة دي ما كانتش بتسيبه. في الأول كان إحساس، وبعدين بقى صوت خفيف قوي، يكاد ما يتسمعش، زي نفس، بس مش نفس عادي، نفس تقيل بطيء، كأن حد واقف في مكان ضلمة وبيتنفس لوحده. سالم في الأول تجاهل، كمل شغله، حاول يركز في اللي في إيده، لكن الصوت ما كانش بيقف، كان بيجي في نفس اللحظة دايما لما يقرب من الجثة. الغريب إنه ما كانش بيسمعه وهو بعيد، ولا وهو داخل، ولا وهو خارج، بس لما يقرب الصوت يظهر وكأنه مستنيه. وفي مرة كان واقف بيغسل جثة والمية نازلة عادي، وفجأة الصوت قرب قوي، لدرجة إنه حسوا إنه على رقبته. سالم ساعتها وقف، إيده في المية، بس جسمه كله سكن، ما تحركش، حتى نفسه حبسه. كان مستني الصوت يختفي، بس المرة دي ما اختفاش، فضل موجود ثواني، وبعدين بقى أوضح شوية، مش كلام، لكن في إحساس إن في حد بيحاول يقول حاجة بس مش قادر. سالم ما استحملش، لف بسرعة، المكان فاضي، مفيش حد. رجع بص تاني للجثة، كل حاجة عادية، المية شغالة، الدنيا طبيعية، بس قلبه ما كانش طبيعي. ومن اليوم ده الصوت بقى جزء من المكان، مش حاجة غريبة، حاجة موجودة. كل مرة يدخل يتوقعه، كل مرة يقرب يستناه. لكن اللي حصل بعد كده كان أسوأ. الصوت بدأ يتكرر بنفس الطريقة، بنفس الإحساس، بس كل مرة أقرب. وفي مرة سالم كان واقف لوحده خالص، المغسلة ساكتة، الدنيا هادية، وفجأة الصوت جه. بس المرة دي مش نفس، المرة دي كان همس خفيف قوي، مش مفهوم، بس فيه معنى واحد واضح ومتكرر: ما تمشيش. سالم اتجمد مكانه، ما تحركش. كان سامع بس مش فاهم. الهمس اتكرر بنفس النغمة، بنفس الإحساس، كأن أكتر من صوت بيقول نفس الحاجة، بس كلهم بصوت واحد. ومن اللحظة دي سالم بقى عارف إن الموضوع مش تعب ولا خيال ولا ضغط، في حاجة بتتكلم، وفي حاجة بتسمعه، وفي حاجة مش عايزاه يمشي. ومع الوقت الإحساس ده كبر، بقى يحس إن في حد واقف جنبه، مش وراه، جنبه، كأنهم اتنين في نفس المكان، نفس النفس، نفس الوقفة، بس واحد فيهم مش باين. وفي مرة وهو بيشتغل حس إن إيده مش بتاعته لوحده، كأن في حد بيحركها معاه، بيسرع أو بيبطأ من غير ما يفهم ليه. سالم بدأ يخاف، بس مش من الموت، من اللي بعده، ومن الحاجة اللي بدأت تظهر واحدة واحدة من غير ما تبان. ومن اليوم ده كل جثة بقت مش مجرد جثة، بقت رسالة، بس رسالة مش مفهومة لسه. بعد اللي سمعه سالم حاول يتعامل كأن مفيش حاجة،
لكن الحقيقة إنه ما كانش زي الأول. بقى يدخل المغسلة وهو متوتر، يبص وراه قبل ما يقفل الباب، يبص حواليه كأن في حد مستنيه، بس ما حدش بيظهر، والصوت يفضل موجود لحد ما جه اليوم اللي كل حاجة فيه اتغيرت. جثة بنت صغيرة، قالوا ماتت فجأة من غير سبب واضح، لا مرض ولا حادثة، بس ماتت. وسالم أخدها ودخل المغسلة. الجو كان تقيل أكتر من أي مرة، حتى قبل ما يبدأ شغل كان حاسس إن في حاجة غلط. قفل الباب، وقف شوية، بص للمكان حواليه، الدنيا ساكتة بزيادة. سالم قرب من